الستات والرجالة حواراتها كتير قوي في الناطورة. الستات بتنادي بالمساواة والرجالة عاوزة تفرض سيطرتها على الست، وانت مراتي يا ولية، ومبهدلين بعض في الأحزاب السياسية ومحاكم الأسرة على آخرها. بس إيه رأي التاريخ والأدلة؟ بداية الحكم كانت أنثوية ولا ذكورية؟ ومين أصلاً أحق بالسلطة؟ أنا سارة سامي ودي الناطورة. التواريخ والأدلة القديمة بتدل كلها إن بداية الحكم كانت أنثوية، وده في الماترياريكال سوسايتي، وده عبارة عن نظام مجتمعي في الست الأكبر سناً هي اللي بتحكم وبتقود القبيلة، وكانت مطلقة السلطة كمان. في العصر ده كانت الست أثناء التزاوج الراجل هو اللي بيروح يعيش معاها في البيت بتاعها أو في القبيلة بتاعتها، وكانت الكلمة العليا بتكون ليها ومش أي واحدة وخلاص. الوقت ده كانت الست مدعومة كويس قوي بتربية قوية بتخليها قادرة تكون مستقلة وتاخد قرارات كويسة، وكمان تكون علاقات اجتماعية. كل الحاجات اللي بيقولوا ما بقتش موجودة في الستات اليومين دول. الفكرة إن الناس والأكاديميين بيفتكروا إن في العصر الأمومي الست فرضت سيطرة على الراجل، لكن ده ما حصلش. ده كان عصر كل مساواة، ولكن الست كانت الأشطر، فكانت هي اللي بتاخد القرارات. مش زي دلوقتي أي كلمة فيها ست أو أنثى بيعتبروها إن هي كلمة وحشة أو شتيمة، زي تلاقي الستات اللي مربياك ما ده ابن أمه. حبيب الستات هي اللي بدأت الحكم وتنظيم العلاقات من أيام العصر الحجري. مع بداية الزراعة والتدجين الستات قدرت كويس قوي إن هي تربي الحيوانات وتزرع الأرض، طبعا بمساعدة الراجل، بس هي كانت أشطر في الحتة دي، فقدرت إن هي تكون علاقات بشكل قوي، وإن هي كمان تتاجر بشكل كويس. وفضل العدل موجود والستات الطيبين هي اللي بتحكم لحد 3000 سنة قبل الميلاد، مع بداية الباترياريكال سوسايتي أو العصر الأبوي. بس دورها ما انتهاش خالص، لأن فضل التاريخ ولحد النهاردة بيذكر ستات أقوياء وملكات كتيرة، واتذكرت في الكتب السماوية كمان. ومع بداية العصر الأبوي الناطورة بقت كلها قرارات فيها تستوستيرون. حقيقة الأمر العصر الأبوي بدأ والست فعلا محتاجة إن الراجل هو اللي يحكم، لأن طبيعي مع بداية الحضارة والزراعة يكون في شعوب غزاة وطماعين، وطبيعة الست وخلقتها كلها مشاعر وسلام، ما تقدرش تدافع أصلا عن الأرض. فإن قدرت مرة فمش كل الستات كانت قادرة إن هي تحارب، وده بسبب طبيعة جسمها ونقص هرمونات معينة في جسمها. فمن هنا تولى الرجل السلطة، وبقى دور الست بس إن هي تخلف رجالة عشان تساعد الراجل في الحروب. العصر الأبوي بدأ وساد فيه دور الرجل أو الذكر في كل حاجة، من العيلة، سياسة، اقتصاد، وده وحيد من نوعه. زي مجتمع الفيلة، النمل، النحل، كل دول بنلاقي السيادة بتكون للأنثى، ولو ما كانش للأنثى فبتبقى بالتساوي ما بين الاتنين. الحكم الذكوري فعلا أثر على المجتمع، سياسيا بقى في حروب، اقتصاديا بقى في احتكار، واكتر حاجه فعلا مأثره على الناطوره لحد دلوقتي وموجوده برضو لسه في الدول المتقدمه هي الجندر انيكواليتي او التميز الجندري، سواء في التعليم، في الاكل والشرب، في المرتبات والترقيه. في فرق بين الست والراجل، وعلى حسب استطلاعات امريكيه اكدت ان الستات اللي وصلت للحكم في امريكا وصلت بس لان كان في رجاله متنحيه عن المنصب ده، او ما كانش في رجاله مرشحه اصلا. ودي مجتمعات كلها حقوق انسان وحيوان وبتنجان وكل حاجه. ومن ابشع الحاجات اللي ظهرت في المجتمع الذكوري هي ان الست ما كانتش قادره حتى تحدد النسل بتاعها. يعني ايه؟ يعني ما كانش من حقها ان هي تاخد اي وسيله من وسائل منع الحمل، ولحد فتره قريبه كان عشان الست بس تحصل على وسيله من وسائل منع الحمل الراجل لازم يوافق اصلا ان هي تاخدها. وفضلت لسنين الست ممنوع تقول ان هي مش قادره تخلف. ازاي؟ انت ربنا خلقك عشان كده اصلا. تركيبة الست والراجل فعلا مختلفين لكن بيكملوا بعض. الاتزان هو الحل، ويكون بمحبة، لأن لا دين ولا أخلاق فضلت نوع عن التاني. والحكمة في خلقة هرمونات الاتنين الذكر والأنثى متكاملة أصلا. هرمونات المبيض في الستات نفسيا وفسيولوجيا بتؤدي للترابط وتعزيز العلاقات، عشان كده نادرا لما تلاقي ست تهد بيتها أو تحب إن أصلا علاقة تتقطع مع أي حد. عشان كده هي هرمون الهدوء والسلام، والمعاكس ليه هرمون الذكورة اللي كله عنف واندفاع، وده لذيذ في بعض الأحيان عشان وقت الخطر نسيطر وندافع. وبرضه العيال بتحتاج شدة لذيذة كده في التربية، شدة معقولة. فنهدى بقى ونحب بعض. سلام عليكم.